ركزوا في التفاصيل ما بين الرداء التايلاندي وما بين لبس المصريين القدماء الملوك. طب شوفوا الحته دي، شوفوا الحته دي، وخلي بالكم ده في واحد شكله بالملي على الاثار، هبقى اجيبه لكم. طب شايفين ده اهو، شايفين ده اهو، ايه تاني متشاركين فيه؟ طب شايفين ده، شايفين الجناحين ده اهو، ده اهو. طيب شايفين القلادة دي ادي اهي، شايفين الاكليل الملكي والصلة الملكي اهو، هو اللي مش هو، هو. وفي اشكال تانية كوبي كوبي كوبي، وحتى بتاع مين يا ربي، تعالوا اوريه لكم. شوفوا التيجان، تعالوا اقول لكم التيجان دي ازاي. التيجان دي اصلا في الاصل بتاعه التاج الابيض، وفي اله بعل اللي هو اله اسيوي خد التاج ده من التيجانه المصريه وكان بيلبسه. بعل ده كان مرتبط بأوزير عندنا، باين حاجه زي كده، فكان عنده التاج بالشكل ده، رفعه بالطريقه دي، فوصل بقى لباقي اسيا عن طريق ايه، من مصر لسوريا او للشام لبقيه المناطق الاسيويه. لكن هو في الاصل تاج ايه، تاج مصري. تم بصوا، وهتلاحظوا هنا في هنا التاج القاطف بس باشكال مختلفه. بصوا الارديه السفليه الشنديد، بصوا بصوا، ده فظيع، ده فظيع، ده فظيع. بصوا كمان اللبس ده كمان لبس بوذا، لاحظت ان هو مصري قديم قوي. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم لان انا في مره في حد قال لي ان هناك في تايلاند او في ماليزيا او في الحتت دي قالوا ان كان في ناس مصريين زمان كانوا بيجوا يزوروهم، فهم اللي رسخوا العقيده بتاعتهم هناك. ده على كلام واحد قال لي ان هما بيحصل كده هناك. انا بقى ده كلام انا اصدقه؟ لا، انا مستنيه مصادر تانية تؤكد ان اصل الحضارات دي مصر. نتيجه لايه يا جماعه؟ نتيجة للحملات اللي كان المصريين بيعملوها في المناطق دي عشان يجيبوا منها أحجار وعشان يجيبوا منها معادن وعلشان فكانوا بيعملوا عملية الإبحار. ممكن في ناس ما بترجعش، يعني في ناس بتروح ما بترجعش، فيفضلوا عايشين هناك بقى ويخلوا في فكر مصري بيتم تغييره عشان المنطقة، لكن هو في الأصل مصري. عشان كده لما بلاقي أهرامات على مستوى العالم أنا ما بستغربش، لأن أنا عارفة الليلة من أولها كانت عاملة إزاي. ركزوا في التفاصيل بعد كده في لبس كمبوديا واللبس فيتنامي واللبس التايلاندي واللبس الماليزي كمان. مصر قديم.